احنا في عمارة شلالات، ادي 4 اسانسيرات اهمت. وبعد كده اهوت بنخش احنا في الدور الخامس. الدور الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة زي ما احنا شايفين المدخل، بنخش بنلاقي ريسبشن كبير، وهنا ده فيه حمام صغير. الدنيا مكعبله شويه بس زي الفل. وده مطبخ كبير برضو، بس برضو الدنيا مكعبله فيه شويه عشان فيه حاطين اساسات وحاجات زي كده، بس المطبخ الى حد ما كبير. انا هصور لكم السقف عشان تشوفوا المساحه. الريسبشن هنا بيطل على واجهه بحريه المفروض، وبيطل على الشلالات نفسها بقى. وادي ساعة الظهور هناك اهي، وحديقة الشلالات كلها واصلة لغاية اسكندرية كلها. ده احلى حاجة في الفيو. طبعا الهوا هنا ما اقولكوش عامل ازاي. الدنيا تحت الزحمة، والشقة مفروض فيها بقى مكان للجراج تحت. دي البلكونة. ونخش جوه، في فاصل كده، وفي ادي اوضه نوم كبيره برضو بحريه، واجهه بحريه، فيها شباك وفيها بلكونه متقفله، لان دي كانت بلكونه ومتقفله واضح. برضو واجهه بحريه. تسلم يا الشيخ. سلام. حبه هوا مفيش بعد كده. الجار بعيد مش جارحنا لحد ما. في بعد كده اوضه تانية برضو على نفس الواجهه، اوضه كبيره، في قبل كار كبير، سرير. وبعد كده اوضه ثالثه برضو كبيره لحد كبير، وعلى نفس الواجهه البحريه. وبعد كده حمام كبير. بس كده شقة كده باختصار لحد ما. دي الأوضة التانية، ودي الأوضة الماستر روم. ما فيهاش حمام خاص، بس هي اللي فيها البلكونة ديت الماستر روم. دي الشقة كده على بعضها، وده المدخل، وده باب الشقة، وده باب الشقة. قلنا ده المطبخ مقفول. حلو قوي، حكاية التقسيمة بتاعتها جميلة قوي. بس شكرا. 20/9/2012.